مجلس عيال، بدخل على مجلس عيال ابن سعود، انا اسلم ولا وش اسوي؟ قال له عاد تحيه واعطيه تحيه، هو مثل الزاويه ذي، ما معه ولا واحد، اقرب واحد سعد فيصل بن سعد بعد الزاويه ذي كان بالمره منه ومنه، وانا اعطيه تحيه يرد، قال فهد تعال تعال عندنا، هم عندهم ابو محمد من الوحام، الشريف فايز بجنب فهد والشله انا جلست بجنب فهد، لا ذكر يوم نعمته كبر زاويه المجلس، وانا هالكبر اشياء محرجه. قال عبد الله انت بقمي يا ولد؟ قلت نعم. قالوا نعم. سابقني بن سحمي الله يغفر له، قال نعم حالك يا ابو مثل بن سحمي، وهذا عشق بن سعيدان القحطاني، وذيب بن ناشي بن عديس، وعمر ابن أبا العلاء، والفرم، هذا اللي من القبائل الموجودين. مجلس قال الويحان سلم يبقن، هذا الحين داخل ما أعرف النهج اللي يبونه ولا يرغبونه ولا عندي بيت إلا أنك تعرف متى يومك، هذا أحرج موقف واجهني. قلت لا منك أنت يا أبو محمد، أنت الشايب اللي كان حقه، وهي التفت علي سبحة يدك قال لا قول أنت. تقول له فيصل. قول له فيصل. ما دام معاك. ما عاد. ما ادري كذا. الله يوفقك بالبيت. لا ما عليك. قلت سلام للي دعاني يا وجه الصقور تحية للوفا ترجح موازينها من هاجس كل ما سمع الوفا ما يبور معاني العود يعرف وش مضامينها العود الويحان. قال الويحان يا مرحبا بالعزاه اللي تفك النشور وهالمكارم ترى ديني على دينها، له يمشره وهو يوجه لنا نصح لا ندخل في ولا يعنينا. قال ترى البضاعة إلى كثرة تضيع وتبور، لا تقربون الربا واللي مربينها الأمور السياسية بتاعتهم. قلت ما كل نور يجي يا سيدي مثل نور والبندق اللي تصيبك الهدف وينه؟ ما نبجينا على خاطرك مهما قلنا. لا والله يوم راحت العقدة لي هنا ما عاد علي من الوحان. فهد يحثني يقول شد، الوحان شاعر ما هو شاعر وعشم عشم معه. قال شعار واجد معانيها تلف وتدور يقول الويحان، إن قلت يا زينها وإن قلت يا شينها. تقول حط في بيتي شوف بيتي واضح أوضح من عيشه. قلت شعار واجد معانيها تقص الظهور في حزة تكوي الجمرة غلينها حزة الله، وهو يبتسم وهو يلد على الويحان قال افتك كعجبها مني قطعة البيت من الثاني. قال لي الويحان افتك. قال افتك. والويحان يرد بيتنا حس فيه استعلاء شوي. قال روابع الناس مختلفة سند وحذور ورجعوا عساكوا حولها يضفي على عينها. أسمع عرفت تعبري. قلت يا أبو محمد وراني شفت عندك غرور لا أنت مكحل عيون ولا مداوينها بكحل غيرنا. شاعر وعندك تجارب من قديم الأصول أشكك حزة زلة قياطينها وقت كراع. هذه كانت صوب فيصل وهي اشتر فيصل. كان إنه تركنا الطريق بدري يقول وأنت تسوي كم اللحمة وسكينة قمت تاكل في جنوب ضيشي. يقول ذلك جنوب الشيبان. البندق الضيق اللي فيه خبات ثور حذور ما أدري تضرب يسار الضريبة ما أدري ويمينه. قلت أنا لا شفت درب ما أدري يقول مالي عبور، أنا شفت درب ما يقول مالي عبور أمشي بديني وخلي الناس في دين هالدرب ما أمشي لا شفته عسر ومخطوط مسطوع على خنجر تاكل بحدينها ما عاد لي منك سلامة. وهو يبتسم قال بناخذ أخبار لندن لهي بادية في الموجز تحليل الموقف العسكري في شروره. عبد الله قال بر طال عمرك الأخبار ولا أخبارك يا بها تطول عبد الله يصير يشرب في هالشغله قاعد الحرس سنة الموت ما بجايني. فهذا من أحرج المواقف اللي تواجه الناس.